السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل حاجة حلوة جدا وخفيفة وما فيهاش مقادير زي ما انتم شايفين. عملتها لكم قبل كده وحبيت برضو استغل البرتقال واعملها لكم تاني. المقادير بسيطة زي ما انتم شايفين: كوبايتين ونص من البرتقال، معاهم عصير ليمونتين، وبعدين بنحط معاهم نص كوباية من النشا ونص كوباية من السكر علشان التحلية بتاعتنا كل واحد على حسب ما بيحب تحليته. السكر انا شايفاه مناسب عشان برضو البرتقال بيبقى فيه نسبة من السكر، فحلو كده. لو حابين بقى تزودوا، كل واحد على حسب ما بيحب التحليه بتاعته. هنحط بقى عصير البرتقال، برضو هنحط البرتقال البلدي عشان البرتقال البلدي بيبقى نسبه الملوحه فيه بتبقى اكتر. وبعدين هنحط السكر وعصير الليمون وهنقلبه الاول وهو بارد. يعني هو بارد هنبدا نقلب فيه وبعد كده هنرفعه على النار. بنحاول ندوب النشا حلو علشان لما نيجي نرفعه على النار ما يعملش كتل ويبقى مش حلو معانا واحنا شغالين ويضايقنا، وفي نفس الوقت ما يظبطش واحنا بنشتغل في المقادير. خلاص هنرفعه بقى على النار وهنفضل نقلب فيه طول ما احنا حاطينه على النار. شايفين بقى بدأت تلف معانا وبقت حلوة جدا ازاي اهي. السمك بتاعها هي زي المهلبية بس عايزين سمكها يبقى اعلى شوية من المهلبية. بنقلب فيها شوية زي ما انتم شايفين على النار، نفضل نقلب فيها كده لمده دقيقتين 3 وبعدين هنقفل عليها. حلوه قوي زي ما انتم شايفين. خلاص اهي وهي سخنه، مش هنستنى لما تبرد. هنعمل فيها هنحضر كده كام كوبايه عندنا وهنحط فيهم جزء من الميه زي ما انتم شايفين، ميه عاديه خالص، وهنحاول نحرك الميه كده بالكوبايه. وهقول لكم ليه كده بنعمل كده، وبعدين هحاول احطها في الكوبايات كلها اهي. كل الكوبايات هنعمل فيها كده وهنرجع نفضي الميه تاني. وخلاص مش هنعمل حاجه غير اننا بقى هنبدا نحط بقى الجيلي اللي احنا عاملينه او المهلبيه اللي احنا عاملينها دي، وهنحطها في الكوبايات تاني. هنحط في كل الكوبايات اللي عندنا لغايه ما الكميه كلها، لغايه ما نخلص الكميه كلها. طبعا الحاجات اللي بتبقى الزيادات بتاعه البرتقال دي هننضفها وهنيجي بقى نشوف هنعمل فيها ايه تاني. وهنجيب برضو قالب زي ده وهنعمل فيه نفس اللي عملناه. هنحط برضو جزء بسيط خالص في الميه كده وهنرجع نفضيها تاني، وهنفضي بقى بقيه الخليط بتاعنا فيها. خلصناها زي ما انتم شايفين. هنحطها في التلاجة ونغطيها برضو وهنسيبها لما تبرد تماما. ممكن نسيبها من بالليل للصبح، ممكن نسيبها يوم كامل في التلاجة، ولما هتطلع ان شاء الله هنكمل برضو شغل فيها لان احنا مش هنسيبها على كده. شايفين بقى انا بيتها طول اليوم امبارح. هوريها لكم قد ايه طالعه حلوه ومتماسكه كمان الاتنين. هوريها لكم قد ايه كمان بتطلع بسهوله اهي. هنعمل احنا حاطين لها نسبه بسيطه من الميه اهي. شايفين بتطلع معانا بمنتهى السهوله ازاي. نكون محضر لها بقى. انا هحطها كده في جوز هند وبعدين ممكن نرش له كمان نسبه من السكر عشان تطلع طعمها يبقى فيه كرمله كده وتبقى فيها قرشه حلوه. وبعدين على طول هنبدا نقلبها شويه كده وبعدين هنقطعها. سهله زي ما انتم شايفين اهي. تسيبوها تاكلوا منها كده مكعبات. ممكن كمان واحنا بنقطعها برضو نحاول نحطها كده برضو تاني في جوز الهند عشان تاخد كمية كبيرة منه. قطعنا دي مع بعض وبرضو ممكن اقطع لكم التانية وممكن بقى نقلب دي كمان ونقطعها. هنحط لها برضو شوية كده من جوز الهند علشان عايزين الكمية بتاعت جوز الهند فيها تكون كتيرة، وهنقلبها وهتتقلب معانا برضو بسهولة اهي. شايفين حلوة جدا. شوية كده على الوش كمان واحنا بنقطعها.
نحاول نخلي فيها كلها كده، يبقى فيها جوز هند كده علشان يديها شكل، وكمان برضو تتقطع معانا بسهولة اهي. هنقطعها دي بقى هتتقطع معانا مكعبات. حاجة بسيطة وسهلة، وعلى فكرة هتعجبكم وهتعجب الولاد، وكمان لو حتى حد ضيف جايلنا وحابين نغير له، يبقى نوع من الحلويات سهل وبسيط، هتعجبه ان شاء الله جدا. خدتش معانا بقى طبعا حاجة ولا خدت معانا وقت، انا حطيتها عملتها معاكم امبارح والنهارده قلبتها برضو معاكم. شايفين بتتقطع حلوة وما اتبهدلتش معانا اهي، دليل على انها ناجحة وحلوة ومتماسكة، متماسكة جدا على فكرة. شايفين بقى حلوة جدا زي ما انتم شايفين، حلوة قوي، عاملة زي البرتقال بالظبط. طبعا الليمون اللي احنا حطيناه فيها برضو اداها مزازة حلوة جدا. جربوها ان شاء الله مش هتندموا لو عملتوها، بس لازم زي ما قلت لكم تسيبوها يوم كامل في التلاجة. وعملتها قدامكم، وعملتها قبل كده على فكرة مرتين، بس حبيت استغل البرتقال من دول واعملها لان بتبقى طعمها حلو جدا بالبرتقال. تعجبكم ان شاء الله لما تجربوها، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.